طبعا هاي مثل ما تشوفون كمية الثلج هنا مو طبيعية. يعني هاي ابسط مثال على رجلي، شوف ايش قد طبت، تقريبا 5 سنتيم، واذا طب لي هناك بعد اكثر. يعني هاي هنا عودلين بالبداية، يعني نزل ثلج تقريبا 15 الى 20 سنتيم. يعني ثلج مو طبيعي كلش هواية. فالسؤال اللي خطر ببالي يعني من شفت هذا الثلج، يعني تخيل هذا الثلج نزل عندنا بالعراق، يعني حكومتنا ايش راح تسوي مثلا؟ فالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعرف كل من يطيع على قد امكانيته وقدرته. يعني احنا عندنا بالعراق نزل مطر، غرقت الشوارع، غرقت البيوت، المدارس بعد وقفت، الدوائر وقفت، الناس قامت تتكهرب من وراء الكهرباء. فاذا ينزل هيك ثلج يعني عندنا بالعراق، شو يصير الوضعيه؟ شو يصير برايكم؟ وانا اقول يعطون اجازه اسبوع. اما هنا بالمانيا لا، الوضع مختلف. ثاني يوم الصبح طلعت سيارات نظفت الشوارع يعني على الناس، يعني مكان على قد الناس تمشي بيه، يعني مثل هسه اشوفوا قبالكم. ومشى الوضع طبيعي والناس راحت شغلها ولا كأنه اكو شيء ابدا. مع العلم درجة الحرارة اليوم هي يعني -12 وصلت.